السلام عليكم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بكم في مطبخ ام علي. النهارده هعمل لكم احلى صينيه مكرونه بالبشاميل، هتاكلوا صوابعكم وراها من حلاوتها، مش هتبطلوا تعملوها. يا ريت تتابعوا معايا الفيديو للاخر خطوه بخطوه. قبل ما نبدا سموا بالله وصلوا على الرسول. ويا ريت يا حبيبه قلبي ما تنسيش تشتركي في القناه عشان يوصلك كل جديد. لو تعليق حلو كده منك. اول حاجه معايا هنا نص كيلو لحمه مفرومه، ومعايا 3 بصلات مخرطاهم كده صغير، ومعايا فلفل الوان وطماطمية صغيرة مقطعاها، ومعايا بقى بهارات اللحمة وملح وفلفل اسود، ومعايا البشاميل كيلو لبن، 5 معالق دقيق، و5 معالق سمنة، ومعايا كيسين مكرونة بنة او قلم. ده الكيس اللي هو 400 جرام، ده فيه بيبقى 350. ده انا استخدمت الاكياس دي كيسين. ومعايا بيضة دي هحطها على الوش، ومعايا البهارات بتاعة البشاميل. اول حاجة حلة معايا فيها مية سخنة اهي هتغلي اهي، فيها شوية ملح، نزلت بالمكرونة عشان اسلقها. دي اول خطوة معانا. بنزل بالمكرونة كده كلها، وبعدين بقى هديها تقليبة كده، واسيبها بقى حوالي 10 دقايق كده تغلي كده غلوتين، ما بتاخدش وقت خالص في السليق. وجنبها بقى هنا هعصج اللحمة، معايا صينية وحطيت شوية زيت صغيرين بس ما جوش في الفيديو. ونزلت بالبصل، هشوح كده البصل معايا تشويحة خفيفة، وهنزل باللحمة. حابة تنزلي باللحمة الاول، انا بحب بصراحة انزل بالبصل الاول، اديله تتبيلة كده صغيرة، وبعدين انزل عليه باللحمة. هقلبه كده. اللحمة دي بقى انا كنت فرماها، كنت هعمل بيها كفتة عشان هي فيها نسبة دهون كده كتير، بس قلت هعمل بيها مكرونة بقى مش هتقول لأ يعني، هتبقى حلوة برضو قوي. اهي اللحمة هنزل بيها كده كلها، واديها تقليبة كده مع البصل. حلو قوي كده. صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي. اهي اللحمة بصوا. هنزل بقى بالفلفل الالوان، وانا حاطه نص قرن فلفل حامي كده، لو حباها سبايسي شويه، ما بتحبيش الحاجه حراقه يعني براحتك عادي. هقلب كده كله مع بعضه. نزلت بقى بالبهارات، معايا ملح وفلفل اسود وبهارات لحمه، واديها تقليبه كده. الريحه بقى طالعه تجنن، مش قادره اقول لكم، الريحه حلوه قوي. بصوا هي كده اتعصجت معايا وخدت لونها، هي ما بتاخدش وقت برضو خالص. هبدأ بقى في الخطوة الثالثة اللي هي البشاميل. يا ريت تركزوا معايا. نزلت بالسمنة اول حاجة، عشان البشاميل اللي في ناس بتقول بيكلكع مني، فتابعيني خطوة بخطوة وهيبقى زي العسل. نزلت بالسمنة هي. هنزل بقى على طول بالدقيق. السمنة بس تسخن شوية كده. هنزل بالدقيق دي اهو. اقلب بقى كويس، ايدي فيها كده على طول، ايدي في الدقيق ولو السمنة، ايدي ما توقفش خالص كده بالمضرب السلك ده، وافضل كده اقلب كده كويس. ايوه كده زي العسل كده. بصوا ياخد لون بس كده معايا، احس ان الدقيق بس استوى بس شوية كده، عشان ما يبقاش ني كده معايا. بيغلي كده غلوتين كده عشان يستوي، ابقى اقلب تاني. اللي وصل معايا لحد هنا دعوة حلوة كده من قلبكم. انا كنت بصور الفيديو ده وانا تعبانة قوي، وبنتي الصغيرة في تانية ابتدائي هي اللي كانت بتصور لي، فان شاء الله هعمل لكم حاجات حلوة كتير. ولو في اي وصفات معينة عايزينها اكتبولي في التعليقات. هنا بقى بنزل باللبن اهون تدريجيا كده مع التقليب، ايد بنزل اللبن وايد التانية بتقلب على طول كده يا حبايبي. بصوا عشان ما يكلكعش منك، ايدك فيه على طول كده. اقلب تقليب مستمر كده يا جماعة. بصوا افضل اقلب فيه. بصوا بدأ يتقل معايا اهو، وانا كده نزلت بالبهارات بقى بتاعه البشاميل. فلفل اسود بقى، رشه من جوز الطيب كده، اي بهارات انت بتحبيها تنزلي بيها عادي. والملح بتاعنا. بصوا بدأ تقل معايا ازاي.
بصوا القوام الجميل ده، وناعم خالص وكريمي، ولا كلكة ولا اي حاجة. هنا بقى جبت المكرونة اهي بعد ما اتسلقت، هنزل عليها بشوية بشاميل كده، واقلب كله مع بعضه كده من تحت لفوق اهو. شوية بشاميل كده حلوين، بصوا بقلب كده من تحت لفوق عشان يبقى كلها كده عليها بشاميل من الجميل اللي احنا عملناه. بقلب كده كويس، بصوا من تحت لفوق كده. والصينية دي بقى انا نزلت بالدهون اللي هي كانت نازلة من اللحمة، بدل ما ادهن سمنة نزلت بشوية دهن من اللي هو نزل من اللحمة معايا، بيبقى برضو طعمه حلو. ونزلت بشوية بشاميل كده عليه. والمكرونة هي هنزل بنص الكمية، بصوا اقسمها نصين كده، هحط النص تحت كده واسويه بقى كويس بالمعلقة، اسويه كويس كده. وهنزل بقى باللحمة، اللحمة ريحتها حلوة قوي، والالوان بقى والفلفل، لو ما فيش فلفل الوان عادي فلفل اخضر الموجود عندك. احنا عايزين نعمل احلى حاجة وتكون اقتصادية كده على قد ايدينا. بصوا كده بسوي اللحمة اهو يا حبايبي، اسويها كده بالمعلقة. هنزل بقى بكمية المكرونة التانية، ايوه نزلت بالنص التاني اهو. هنسويها برضو بالمعلقة كويس. عايزة بقى تحطي في طاجن بايركس، صينية بايركس كده عندك، بتبقى شكلها تحفة في التقديم. انا ما كانش عندي بصراحة، فحطيت في صينية ألمونيوم، ونزلت بباقي البشاميل كله كده على الوش كده. دي بقى بيضة حطيت عليها رشة فلفل اسود عشان الزفارة، وهنزل بيها كده على الوش، ادوبها الاول كويس وهنزل بيها على الوش كده، واوزعها على الصينية كلها كده بالمعلقة زي ما انتوا شايفين كده. حابة تحطي جبن حطي، مفيش مش متوفر، مش حابة عادي براحتك. سويتها كده على الوش. انا كان عندي حتة جبنة موتزاريلا صغيرة خالص كده، كانت موجودة عندي في التلاجة حطيتها. ومن غير جبنة خالص بقى، هي البيضة هتعمل الواجب مش هتقول لأ. بصوا بقى هدخلها الفرن، بصوا طلعت معايا هي زي العسل، شايفين عاملة ازاي؟ بجد لازم تجربوها مش هتندموا. طعمها تحفة، واخده لون كده خطير من فوق، بصوا اخده لون كده جميل. الصينية طبعا سخنة قوي مش عارفة امسكها، حلوة قوي شكلها بس كده يفتح النفس. يا ريت لو عجبتكم الوصفة تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وتصلوا على النبي كده في التعليقات، واي كومنت حلو كده منكم يعني تشجعوني كده. شكلها حلو قوي ولا طعمها حكاية. اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.